بنرجع تاني ولقائنا في بنك الحب ورصيد كبير بيحطه النهاردة الكاتب الصحفي والشاعر الأستاذ مصطفى جعفر عفيفي، رئيس تحرير مجلة سفراء القلم الأردنية المتخصصة بالشعر والأدب والفنون، وأيضا الصحفي بجريدة كنوز عربية وجريدة نبض وطن، وصاحب صالون مصر الجديدة الثقافي. أهلا بيك مرة تانية. أهلا بيكي وأهلا بالسادة المستمعين. أنا بقى بعد ما سمعت القطعة الأولانية والقصيدة الأولانية أنا مشتاقة إن أنا أسمع القصيدة التانية. اتفضل. طيب نقول القصيدة التانية اللي أنا اخترتها النهاردة. هي كانت قصتها إن أنا كنت بتمشى أنا وصديق ليا كده بالليل كده في شوارع مصر الجديدة. أيوه. وبعدين كنا بنضحك، وبعدين هو في عز بيضحك كده جات له رسالة. جميل. راح مكشر في حلو إيه يا ابني قوي. خير؟ قال لي مراتي. أنا كنت لسه هقول اتفضل لك المدام. اقرا يا عم. قلت له أنا أقرا رسائل مراتك ليه؟ آه. قال لي أنت فاكر هتلاقيها بتقول لي بحبك؟ ده أنا من ساعة ما جبت التليفون ده ما فيهاش أنت عامل إيه؟ آه. ايه يا عم بص يا سيدي، عايزين زيت وجبنة رومي ومش عارف ايه وبتاع، وما تنساش العيش الفينو عشان السندوتشات اللي على المدرسة. بص بقى اللي بعدها صابون سايل ومش عارف ايه. مفيش ازيك. بص 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 رص 10 20. الطلبات. مفيش ازيك، مفيش عامل ايه، مفيش عارف طول الوقت مكشرة في وشي. المواعين في الحوض والغسيل على الكنبة أنا حاسس إن أنا جالي اكتئاب، أنا مش عارف أعمل إيه. ودايما عايزة، وكل ما أجي آكل تحلاش الطلبات اللي لما أجي آكل. يا عم أنا زهقت. أنا امبارح قاعد أنا وهي بتفرج على فيلم، أنا عاجبني الفيلم، لقيتها جاية تقول لي هو أنت بتحبني؟ أنا مبقتش عارف أعمل إيه، أخبطها بحاجة ولا أقول لها نقت إيه. الوقت المناسب فعلا. فالمهم قعدت أقول له إهدى، وأنا عارف إن هو بق يعني آه. أكيد في وبعدين بقى طلبات. روحت عمال أفكر في الكلام اللي بيقوله، وجي في دماغي الرد بقصيدة اللي هقولها النهاردة. نسمع بقى. أنا من كتر حبي وهيامي فيكي نفسي تسيبيني عشان أندم عليكي. أنا من كتر حبي وهيامي بيكي نفسي تسيبيني عشان أندم عليكي، وعيط وزيط وصوت عليك، وعدد ونكد وهدد عينيك، واقول لو مشيتي مش هندم عليك. مم. تقوم انت تمشي وعيط عليك، واحزن وشحتف وتدمع عيوني، واقعد منكد واقطع هدومي، وانتخ في بيتنا واكل جبنة رومي، واقول للناس في بعدك الايام علموني. بس انت اعمليها وسيبيني وجربي، مم. ولو مهما اصرخ اوعي تقربي. ومن عارف ما يمكن يوحشني عملي الراضي. ابوس ايدك امشي مرة وجربيني، ولو جيتلك برجلي ابقي عوريني. بس كده. ده انت ممكن تمثل. ده انا حسيت ان انت بتعمل فوازير رمضان. ما كل قصيدة من دول قعدت 3 شهور مثلا. لا حلوة والله، ما بين حلوة. حفظ وإخراج مسرحي. ده في تلاقي ناس دلوقتي بيسمعوا كله. ايوه والله صح، صح والله. أنا عايز أقول لك أنا أول مرة قلتها كل الرجالة والستات قالوا أيوه. حتى تستاهل. حتى الستات كمان. حلوة قوي. إحنا بنعمل كده. ما شاء الله.